بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو حياتي في السنة الجديدة. ازاي ارتبها مع اولادي وازاي اطور منهم في السنة الجديدة. قررت ان حياتي مع اولادي تكون مختلفة. مش عايزة سنة تعدي وخلاص، عايزاها سنة نكبر فيها سوا، نتعلم ونقرب من بعض أكتر. قررت أكون أم واعية مش بس مشغولة، أسمع أكتر ما أتكلم وأفهم قبل ما ألوم. هطور أولادي مش بالضغط ولا بالعصبية، لكن بالحب والصبر والتشجيع. هعلمهم إن الغلط مش نهاية، وإن المحاولة أهم من النتيجة. هزرع فيهم الثقة بنفسهم، وإن ربنا دايما معاهم طول ما نيتهم كويسة وبيحاولوا. في السنة الجديدة هقضي وقت حقيقي معاهم، مش مجرد وجود في نفس المكان. هسمع حكايتهم، هفهم خوفهم، وأفرح بنجاحهم مهما كان بسيط. هعلمهم يعتمدوا على نفسهم ويتحملوا المسؤولية واحدة واحدة. هطورهم إني أكون قدوة قبل ما أطلب منهم أي حاجة. لو عايزاهم محترمين أكون محترمة، لو عايزاهم ناجحين أكون مجتهدة، ولو عايزاهم قريبين من ربنا أقرب أنا الأول. السنة الجديدة مش بس خطط وأهداف، هي نية صادقة إن بيتي يكون هادي وقلوبنا أقرب، وأولادي يطلعوا أقوى نفسيا، أنضج ومطمنين إن أمهم دايما في ظهرهم. السنة الجديدة دي مش دخلاها بخطط كبيرة ولا وعود صعبة، أنا دخلاها بنية حلوة على أولادي. عايزة أعيش معاهم بهدوء من غير صريخ كتير ولا ضغط أكتر من اللازم. نفس السنة دي أفهمهم أكتر ما أزعق، وأحضنهم أكتر ما ألوم، وأطمنهم إن بيتهم أمان مهما الدنيا برا كانت صعبة. عايزة أطور أولادي واحدة واحدة، مش بالمقارنة ولا بالكلام اللي يوجع، لكن بالتشجيع، بالكلمة الحلوة، وبإني أصدق فيهم حتى لو هم لسه مش شايفين نفسهم. هعلمهم إن النجاح مش درجات وبس، النجاح أخلاق وضمير وقلب طيب، وإن الغلط عادي، بس المهم نتعلم ونقوم تاني. السنة الجديدة عايزاها سنة قعدة حلوة، ضحكة من القلب، وحكاية قبل النوم من غير موبايل، ودعوة صادقة من أم لأولادها من غير ما حد يسمع. هطورهم إني أكون جنبهم مش بس وقت الشدة، لكن كمان وقت الفرح ووقت الملل ووقت الزعل اللي ملوش سبب. السنة الجديدة دي نفسي أولادي يكبروا وهم حاسين إن أمهم مش بس بتربيهم، لا، دي بتحبهم بجد. وكمان السنة الجديدة دي وعد بيني إني ما طلعش ضغوطي عليهم ولا أحملهم فوق طاقتهم، لأنهم أطفال ومحتاجين أم قبل ما يحتاجوا أوامر. نفسي أعلمهم إن البيت مش مكان خوف، البيت حضن وكلمة حلوة وظهر ثابت. حتى لو اتخانقنا، حتى لو زعلنا، يفضلوا عارفين إن حبي ليهم عمره ما يقل. هشتغل على نفسي علشانهم، ههدي شوية، أعدي، أستغفر وأفكر قبل ما أتكلم، علشان الكلمة بتفضل في القلب سنين. السنة دي هفرح بنجاحهم الصغير قبل الكبير، وأشجعهم على أي خطوة حلوة حتى لو كانت بسيطة في نظر الناس. هعلمهم يحكوا، ما يكتموش وما يخافوش، يقولوا أنا زعلان أو مش فاهم. عايزاهم يكبروا أصحاء من جوه، قلوبهم سليمة قبل عقولهم. السنة الجديدة دي مش مثالية، وفيها تعب وغلطات، بس فيها نية صافية، وفيها أم بتحاول كل يوم تكون أحسن علشان ولادها.